شوية العيال اللي قاعدة تحط قفال على السفارات المصرية بالخارج. منهم واد بيقولوا عليه، بيقولوا على نفسه لبناني وقاعد يشتم ويقل أدبه وسافل، مع إن لبنان يعني الجنوب بتاعها إسرائيل دعكته وبهدلتهم واغتالت قيادات وبهدلتهم. ما سمعناش البني آدم ده طلع يعترض إن بلده انتهكت بالشكل دوت. آم، الواد التاني اللي هو اللي عامل جيجي زي الجدي زرايبي دوت، اللي طالع يقول لك انتوا محاصرين، محاصرين غزة ومحاصرين ما اعرفش ايه. اللهبل ده ما حدش قال له ان مش احنا، مش احنا الجيش الكيان اللي قاعد يضرب فيهم؟ ما بتتكلمش ليه على اللي بيضربوهم، على خمسين ألف واحد اللي استشهدوا في غزة؟ مين اللي موتهم؟ كانت مصر موتتهم برضو ولا مين اللي موتهم؟ متخلف عقليا ولا هو مش هو مدفوع لهم فلوس؟ لان دول مش معقوله هيتكلم بالشكل ده يعني. وبعدين انا بس حاجه بس ملاحظاها، يعني ازاي يدخلوا لحد السفاره الواد اللبناني ده داخل لحد جوه السفاره والناس قاعده تتكلم معاه؟ ما يمكن مؤذي، ما يمكن معاه سلاح ولا معاه حاجه. احنا فين الامن بتاع السفاره يا جماعه؟ وبعدين هو الواد ده ولا التاني ده ما راحش ليه سفارة الكيان؟ ولا عارف ان هو لو راح هناك هيتضرب بالجزمة وهيتهموه بتهمة معاداة السامية وهيتسجن، اتحط في السجن مش هيطلع منها، مش هيطلع منه تاني؟ عارف كده؟ فيا ريت نفول الاشكال الضالة ديت وشوف مين اللي محاصر غزة. ما المعبر مفتوح من عندنا. وبعدين هي كانت مصر اللي بتضرب فيهم ولا احنا هنعمل زي ترامب لما طلع يقول لك الحالة الإنسانية في غزة حرام؟ هجروهم بقى. طب ما تقول لحبيبك يوقف الحرب، هو ده الحل. يوقف الحرب على الناس وقتل الناس. ما هو قتل فوق 50 ألف بني آدم، ما حدش بيتكلم ليه دلوقتي؟ ولا هي الحكاية اختصرت في المعبر؟ استهبال رسمي يعني.